تتواصل حملة البنيان المرصوص للقوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تقدمها نحو السرت لمحاصرة تنظيم الدولة فيما سمي بالمرحلة الأخيرة للقضاء على التنظيم في معقله، بعد أن سخرت المقاتلات الأمريكية غطاء جويا ساعد على تقدم القوات الليبية على الأرض طيلة الأيام الثلاثة الماضية. فهل هي جبهة جديدة تقودها الولايات المتحدة ضمن الحلف الدولي لدحر تنظيم الدولة؟ المتحدث باسم عمليات البنيان المرصوص قال إن قواته حصلت على غطاء جوي أمريكي سيساعد في تحقيق تقدم مستمر في حصر التنظيم، إلا أنه نفى مشاركة كل من فرنسا وإيطاليا، لأن ذلك بحسب البنيان المرصوص يكفي بفضل ما تمتلكه الولايات المتحدة من عدة عسكرية. إلا أن إيطاليا من جهتها أبدت استعدادا لتقديم قواعدها العسكرية للولايات المتحدة إن طلبت واشنطن ذلك. وأشارت إيطاليا إلى أن الأمر بات شبه محسوم بعد أن أبطع البرلمان الإيطالي على ذلك، معتبرة أن نجاح السيطرة على تنظيم الدولة ينعكس بشكل إيجابي على الأمن الإيطالي والأوروبي بشكل أوسع، نافية في الوقت ذاته أي استعمال لتلك القواعد من قبل. لندن هي الأخرى، وعلى لسان رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضمت صوتها إلى صوت روما بتسخير قواعدها القريبة من ليبيا للمساعدة في الغارات الأمريكية وفقا للطلب الأمريكي. ولفت وزير شؤون إفريقيا والشرق الأوسط في الحكومة البريطانية إلى أن المملكة المتحدة ستكون في طالعة من يبذل الجهود الدولية لمساندة حكومة الوفاق الوطني الجديدة في سعيها لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا. فهل اقتربت نهاية تنظيم الدولة في سرت أم أن مسرحية التدخل قد بدأت؟